حابب اعرف رايك برضو، راي حضرتك انت كمان في ماتش الجونه النهارده، إيه والله رأيك؟ نفس الكلام اللي قاله ابو كيفو برضه، بناء على جماهير نادي كتير مبلغاني ان اوصل رساله لامام عاشور مم. التزامك في الملعب. مم. هو بامانه الجون اللي جابه حلو، ملعوب من بن شرقي مم. لامام عاشور، من مم. بن شرقي لامام عاشور. ممكن تزعل حد بس انا ما اقصدش حاجه، مم. يعني من بن شرقي لامام عاشور. اه بس جون حلو قوي. اه بس اقول له برضه يا امام، برغم ان الجون حلو في حته حلوه، اه بس ده ما يشفعش ليك الا اه التزامك في اه الملعب. التزام هو اللي هيخلي لازم الناس. الالتزام هو اللي هيرجعك لينا، عشان اه انت عارف اللي بيخش جوه قلب الاهلي ما بيخرجش. صحيح. تمام، شكرا لكم جدا بس وعايزه بس رساله للمدرب، اتفضل. بالعمري ما يقعدش. بالعمر ده كده كده ما يقعدش. ما يقعدش ما يقعدش. حاجه كده علي معلول بامانه، اه حته كده من ريحته. اه الحمد لله يعني بالعمر. انا شفت له النهارده حاجات، ريحه علي معلول رجعت. اه سلام على السروهات واللفات والجاتوهات، الحاجات طب الحلوه دي. المراكز اللي ناقصانا في الفريق. والله انا شايف ان المركز الوينج اليمين ده، يعني احمد عيد ده معلش للاسف، يعني ما هو لسه ما شفنا الاهلي محتاج مهاجم معلش. طيب. ومهاجم الاهلي محتاج مهاجم. محتاج حاجه كده وسام ابو علي. حاجه كابوتشا ده زي مش أحمد مستريح لنا. كمويش. نشوف منه حاجه. كابوتشا ولا ده كمويش. دلعه، بيقولوا كابوتشا باين. كابوتشا اه دلعه كابوتشا دلعوا كابوتشا. تقريبا. ماشي. بس ما شفتش منه حاجه لحد دلوقتي لسه.